في الحلقة دي من فوكس رمضان مع بيوند هنتكلم عن ازاي نقلل الستريس. ايه الفكرة اصلا؟ الفكرة ان احنا في رمضان جسمنا بيدخل في ستريس، وده ليه؟ ده عشان بيبقى معدل السكر في الدم اقل من الطبيعي، ويبقى نومنا المتعودين ننام وبيبقى مش منتظم. الكافيين اللي بقى متعودين نشربه كل يوم ما بنعرفش نشربه زي الاول، فكل الحاجات دي بتدخل جسمنا في وضع ستريس اسرع من الاول. طيب نعمل ايه؟ اول حاجة الحركة الخفيفة، ما نفضلش قاعدين فتره طويله في الصيام لان ده بيزود من توترنا. لما نحس بتوتر ممكن نقوم نتحرك نتمشى. تاني حاجه نحاول نقلل المشتتات والحاجات اللي بتقلل تركيزنا. نحاول نقلل ان احنا نسمع اخبار وحاجات تضايقنا في رمضان. نحاول نقلل ان احنا ندخل في مجادلات ومناقشات، وبرده نحاول على قد ما نقدر نقلل السكرولينج على الموبايل. واخر حاجه فطارنا هو بيحدد اعصابنا. يعني ايه؟ يعني ما نحاولش نفطر على عصاير مره واحده، لان احنا بنفطر على عصاير مره واحده ده بيزود معدل السكر في الدم، ودي من الحاجات اللي بتأثر على توترنا وبتزود. فممكن فطارنا يبقى عبارة عن بروتين وسلطة وكربوهيدرات ومية كلهم بكميات معتدلة، عشان يبقى معدل سكرنا ثابت في الدم. لما يبقى معدل السكر ثابت في الدم ده هيساعد ان احنا ما نتوترش ويبقى اعصابنا هادية. ما تنساش ان بيوند معاك طول شهر رمضان، وكل سنة وانتم طيبين.